السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده اول روتين اعمله من بعد العيد، زي ما انتم شايفين كده. اوريكم الصالة اللي بره، وديت بقول لكم ازيكم عاملين ايه. وديت الاوضة بتاعة العربي او غرفة المعيشة. بصراحة من ساعة العيد ما شلتش ولا نضفت، فقلت بقى عايزة اشيل وانضف بقى وارتب، لان الولاد حتى يعني الامتحانات والدروس فمحدش بيعمل حاجة. كتر خيرهم والله يكون في عونهم، ربنا معاهم يا رب، هم واولادنا كلهم ان شاء الله، ونفرح بشهاداتهم. فقلت بقى يلا نعمل نشاط النهاردة كده، ونعمل روتين للأوضة ديت علشان ننضفها كده. الجو بقى حر واحنا كمان قاعدين فيها طول النهار، ويعتبر بناكل ونشرب فيها والشاشة فيها وكل حاجة، ما بنقومش غير على النوم. فقلت اشيل كده بقى المساند والحافظة علشان انضف واشيل السجادة. هي السجادة خفيفة بس كبيرة، وانا مش قادرة، حاسة ان هي مخدلة دراعيتي، بس مش مهم. شلتها بقى ونفضتها وهكنس كده علشان حاسة ان في تراب كتير من ساعة ما فرشت في العيد. قلت اعمل بقى، الولاد راحوا الدروس، جم من الامتحان راحوا الدروس، فقلت بقى اشيل وانضف اي حاجة كده، اي حاجة احاول انضفها في الشقة. اخد اوضة اوضة او اخد اي حاجة كده لحد لما اخلص كله والاقي ان انا رجعت الشقة زي الاول. الولاد كانوا بيساعدوني كتير بصراحة، بس بقى يعني مش فاضيين بقى، فانا مش هحمل عليهم اكتر من كده. قلت انا اشتغل، بشد بقى الشفونيرة، وعايزة اغير كمان النظام بتاعها. فقلت ايه اغير كده واشوف النظام هيبقى حلو ولا لا. ففي الاخر قولوا لي رايكم لما اغير النظام، قولوا لي حلو ارجعه زي ما كان، ناخد راي بعض. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات، وكمان تعملي لي لايك حلو تشجعيني بكومنت حلو. مستنياكم. كنست كده وخلاص، وشلت بقى الفرش كله. هروح بقى اجيب المية واحاول ان انا ادلق على الحيطان، لان عندي في الصيف الشمس بتبقى ضاربة في الشقة، فالجو بيبقى حر جدا جدا، وبحس ان السيراميك بيطلع سخونة. يعني لو اقدر كل يوم اشيل وامسح والله هشيل وامسح، بس بيبقى صعب عليا. فقلت ادلق مية كده على الحيطان واغسل الباب بتاع البلكونة كده وباب الأوضة عشان الدنيا ترطب شوية كده معايا. وغرقت الارض كلها ميه كده زي ما انتم شايفين. انا كان بقالي فتره والله ما بصورش. كان رمضان بقى والعيد، مع ان في رمضان كنت المفروض اصور بس كنت بكسل بصراحه، الصيام وكده. كل سنه وانتم طيبين بقى. رجعنا تاني وشجعوني بقى، مستنيه بالله عليكم تشجيعاتكم وتقولوا لي رايكم في كل حاجه بعملها. لان انا بحس ان احنا عيله كبيره، فلازم ان احنا نكمل بعض. ربنا يا رب يجعلها ايام خفيفة علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. وكل واحد عنده هم او عنده اي حاجة مضايقاه يصلي كتير يا جماعة ونستغفر ربنا، ان شاء الله ربنا يزيح عنا كل هم يا رب، ويفرحنا بولادنا وبشهاداتهم. احنا في فترة امتحانات، ويعدي اللي احنا فيه ده على خير باذن الله ان شاء الله. طول ما انتي بتعملي حاجة حاولي ان انتي تستغفري ربنا وتستعيذي من الشيطان الرجيم، وتحمدي ربنا على كل حاجة علشان ربنا يقدرك على اللي انت بتعمليه. انا كده كنت مسحت الأوضة ودخلت المية على البلكونة. وبصوا حطيت الشفنيرة في الناحية التانية من ناحية البلكونة، انا كنت حطاها على الحيطة بتاعة دخلة الباب بتاع الأوضة، فانا نقلتها كده وهوريكم في الآخر. وبدخل المية في البلكونة لأن البلكونة فيها ماسورة بتنزل المية على الشارع، بس على جنب يعني مش بتنزل على حد ولا حاجة. فسبتها كده تنشف وشغلت لها المروحة على ما اخش اشطب شوية مواعين في المطبخ كده، والم كوبايات الشاي بقى بتاعة الفطار وكده. مكان ما فطرنا بقى وشربنا شاي وكده، وانا كنت عملت كمان قهوة وشربتها علشان كنت عايزة افوق واشوف ايه اللي ورايا. بغسل الكوبايات كده الاول طول ما انا واقفة بستغفر عشان ربنا يديني القوة واستعيذ من الشيطان الرجيم كده، وبقول يا رب. غسلت بقى الكوبايات، وكمان كنت بعمل علشان كنت عايزة اعمل الغدا، علشان كان احمد قرب يجي من الشغل، واللي راجعين بقى من الدروس يلاقوا غدا برضو. يعني مش هفضل قاعدة طول النهار كده، مش قادرة اعمل حاجة. الحر بيفرهد وكده، بس صدقيني لما تقومي كده يعني ايه
تعملي لك كوبايه ليمون مثلا بميه ساقعه كده، كوبايه فريش كده، تحسي ان انت بترد روحك كده، حاجة تانية. فانا عملت قهوة بصراحة، ما عملتش ليمون لان كنت حاسة ان انا عايزة افوق يعني، حاجة تفوقني. غسلت كده وبصوا بحب قوي قوي يعني، بصوا مش عارفة يعني الحاجة دي حلوة لا، قبل ما اغسل المواعين، لان الحتة دي بصفي فيها المواعين، بحب ان انا اصبنها كده، حتى لو يعني لسه عاملاها امبارح برضو لازم اغسلها النهارده، يعني كل يوم لازم اغسل الحتة دي كده بتاعة السيراميك، واغسل الحتة بتاعة الرخامة بتاع الحوض اللي انا بصفي عليها المواعين. انا كنت حاطه صفايه هنا بصفي فيها المواعين، بس حسيت المكان بقى ضيق مش عارفه احط حاجه، فشلتها وبقيت بصفي على رخامه الحوض، فاي ميه بتنزل على الحوض على طول كده. غسلت ورجعت كل حاجه مكانها عشان احس ان انا بعمل كده والحاجه نظيفه وفي نشاط كده، بحبش ان انا اسيب الحاجه على حالها يعني. غسلت كده وشطفتها كمان، ولسه هنقل على الجنب التاني برضو، يعني هغسل الجنب التاني مكان طرطشت بقى مواعين، مكان طرطشت ميه، مكان طرطشت حاجه. بحب ان انا اغسلها كل يوم علشان احس ان هي نظيفه يعني. دي العلبة دي انا بحطها في الفريزر، مش بحطها في الفريزر، بحطها في التلاجة. بصوا جيت على الجنب التاني برضو، معرفش دي عادة حلوة ولا وحشة، بس انا بحب كده. غسلتها برضو الحتة ديت، بقيت الرخامة بتاعت الحوض والحنفية، وخلاص شطبت المواعين. ده رف التلاجة، انا عندي الرف ده تحت الفريزر على طول، فالفريزر بينقط ميه، فبضطر ان انا احط العلبة دي على الرف زي ما انتم شايفين كده، وبحطها في التلاجة تنزل تنقط مية، وكل يوم او يومين اشيلها افضيها. فانا كنت سهيت عنها فنزلت مية على الرف بتاع التلاجة. وخلصت كده، خلصت بقى كده المواعين والحوض، واروح على البوتاجاز. دي كانت شوربة عندي كنت بغليها علشان ما تبص، طلعتها من التلاجة عشان اغليها، عشان كنت هعمل شوربة خضار. كانت شوربة لحمة على فكرة. لما تيجي تعملي انا كده برضو، لما اجي اعمل فراخ او لحمة بستغل ان مثلا عندي الحاجة دي، فبزود الشوربة شوية بس مش قوي، علشان طبعا كل ما كترت طعمها بيروح. بزودها شوية وبخليها ممكن في وسط الاسبوع اعمل شوية ملوخية، اعمل شوربة خضار، اعمل عصفور كده. ما عنديش ان انا اعمل شوربة، فبيبقى عندي الشوربة دي جاهزة، فكل كام يوم كده اطلعها اغليها. فكده بنضف البوتاجاز زي ما انتم شايفين، علشان اخلص بقى واشطب واروح افرش الاوضه اللي بره، زي ما انتم كده عارفين يعني. وخلاص كده كنت شطبت المطبخ كله، ما كانش فيه شغل كتير يعني، البوتاجاز كان نضيف، كل حاجه نضيفه، بس مكان الرده بتاعت العيش بتقع عليه، بتقع على الحوامل، بتعصبني بتضايقني يعني، فبضطر ان انا اشيل واعمله كل شويه. حتى لو وقعت شويه اكل كده وانا بعمل الطبيخ، ممكن اطفي خالص واشيل وانضف، وبعد كده ارجع احط تاني. خلصت. دي القطه بتاعتنا الجميله، القطه دي عايشه معانا، مبتطلعش بره نهائي خالص، ولا بتروح في اي حته، ولا بتروح عند اي حد. زي ما انتم شايفين، او قمتها من على الفرشه عشان انفض الفرش واكنس المطبخ، راحت نايمه على الفرشه اللي في دخلة المطبخ، فانا سايباها براحتها. وقطه نظيفه جدا وعايشه معانا، بس لما بتيجي تنام بنطلعها بره الشقه، في الاوضه اللي بره الشقه بتنام فيها. وخلاص كده انا لميت المطبخ وشطبته بقى وهفرشه، وكنت اديت الارض تلميعه كده، وهفرش بقى علشان اروح اشوف اللي بره ايه اللي عايز يتعمل تاني. يا ريت تقولوا لي رايكم في اللي انا بعمله، وتقولوا لي ايه اكتر حاجه عجباكم في الفيديوهات اللي انا بقدمها او في قناتي. لو حابين اي اضافات كمان قولوا لي، انا مستعده وما بزعلش من اي حاجه ولا من التعليقات وكده، لا انا الحمد لله روحي خفيفه، بتقبل اي حاجه. خلصت كده ورحت بقى على القعده العربي، وجبت السجاده من البلكونه، كنت سايباها شويه هي والمساند على سور البلكونه والحافظه. بس بتاع الحافظه دي يا جماعه انا كنت جايباها في العيد وفرشتها، بس انا مزعلني منها حاجه واحده، ان انا كنت عايزاها على قد السجاده كلها، بس هي ما جاتش على قد السجاده، جت كنيزه شويه بس. مثبته السجاده، لان السجاده عندي ديت لما بنيجي نقعد بتتزحلق، بتحس ان هي بتاخدك كده وبتزحلقك وانت قاعده، بتلاقي السجاده مشيت بيكي. هي ممكن تبقى قاعده عند الحيطه تلاقي نفسك عند الشفونيره مع السجاده برضو. فدي مسكت بصراحه السجاده وثبتتها. ان شاء الله اجيب واحده كمان غيار ليها.
سبت الحاجات كده في الشمس وفرشت بقى ورجعت الأوضة زي ما كانت، ونلمع بقى الشاشة علشان نتفرج بضمير بقى، ونتفرج بنفس كده مع كوباية شاي ولا كوباية قهوة بقى. بس بعد ما نعمل الغدا اوعي تقعدي تتفرجي وانت لسه ما عملتيش الغدا، دي تبقى كارثة. احمد يجي يعمل بصي اللي ما تعملش. فانا نعمل كده ونرتب الدنيا ونشوف ايه اللي ورانا. وبكده لو انتي عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك فيه، ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تدوسي على زرار الاشتراك وتتضمي لعيلتنا الجميله علشان تكبر بيكم باذن الله. وكده يبقى انا خلصت كله، وهوريكم بقى شكل الاوضه. وبكده بقى اقول لكم يعني مع السلامه بقى. ومعلش لو كنت طولت عليكم الفيديو، اتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم وتقبلوني ان شاء الله. وهي بقول لكم السجاده هي الحافظه. مع السلامه، اشوفكم فيديو